السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. في الفيديو ده هنتكلم عن مشروع مهم جدا بيتم تنفيذه للربط بين محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة. والمشروع ده اسمه مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي. وزي ما انتم شايفين كده احنا بنصور لكم من أرض الواقع، والطريق اللي احنا واقفين عليه ده طريق مصر حلوان الزراعي. وهنشوف دلوقتي الاول على الخريطه الاول عشان اعرفكم المسار بتاعه جاي منين ورايح فين. وطبعا جوجل ايرث هيورينا نسب تنفيذ، بس هي نسب تنفيذ اللي على جوجل ايرث دي متاخره شويه، اللي على ارض الواقع اعلى بكتير من اللي انتم شايفينه. وهنهر لكم برضو تشوفوه معانا فيديو. برضو نسب التنفيذ وصلت لمستويات اعلى من كده. طبعا المحور ده زي ما انتم شايفين جاي من ناحيه المقطم. هو محور حسب الله الكفراوي احنا عارفين ان هو في المقطم، وبيمتد الى ترى والكورنيش النيل. والامتداد بتاعه هيصل الى طريق مصر اسيوط الزراعي. مصر اسيوط الزراعي ده بيقع في نطاق محافظه الجيزه. المشروع زي ما انتم شايفين ادي النزلات بتاعته اللي على مصر اسيوط الزراعي، ونقطة التقائه بمصر اسيوط الزراعي في الجزء ده تحديدا زي ما الخريطة جايبه لنا. المشروع نسب التنفيذ بتاعته عالية، يعني يكاد يكون قرب يخلص. اهم جزء فيه واللي واخد وقت فعلا هو الجزء بتاع النيل اللي بيعبر النيل. والامتداد كله او المشروع كله طوله يعني الكوبري اللي على كورنيش النيل طوله 1200 متر. وده هيربط بين محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة من خلال طريق مصر اسيوط الزراعي وطريق مصر حلوان الزراعي ومحور حسب الله الكفراوي. فبالتالي هيبقى عندك ربط مع 3 محاور مهمين جدا، وبالاضافه الى عبور النيل. وده جزء مهم لان هيبقى عندنا الكباري اللي بتعبر النيل كباري محدوده شويه. يمكن في الجزء ده تحديدا قبليها هتلاقوا طريق دائري هو اللي بيعبر النيل، وبعديها برضو تقريبا هتلاقوا الطريق الاوسطي. ففي اجزاء قليله. المسافات بقى بين الطريق الدائري والطريق الاوسطي دي مسافه كبيره جدا، فمفيش كباري بتعبر النيل تاني في المسافة دي. هتلاقي عندكم بقى ان شاء الله بإذن الله هيكون هذا المحور اللي هو محور امتداد حسب الله الكفراوي، وده هيكون جزء مهم جدا بيعبر النيل في مكان يعني بيربط عدد من الطرق المهمة، منهم كورنيش النيل. طريق كورنيش النيل اللي هو مصر حلوان الزراعي، وده بيصل إلى التبين والمناطق في الجيزة كتيرة جدا لحد ما يروح بني سويف تقريبا. وعندنا وبرضه مكمل، وعندنا مصر اسيوط الزراعي ده طريق طويل جدا وعليه بلاد كتيرة جدا وبيخدم الجيزة بشكل كبير جدا. طبعا الكوبري بيصل طوله الإجمالي شامل المطالع والمنازل 1617 متر تقريبا. ده بشكل طولي، وبيتكون من جزء شرقي بطول 71 متر وعرض 52 متر، وكوبري أعلى النيل بطول 400 متر وعرض 52 متر. اللي احنا واقفين عليه حاليا ده الأعمدة اللي موجودة بقى بيتم تنفيذها دلوقتي على كورنيش النيل في القاهرة، قريبة من حلوان والمعادي وترى، وتحديدا قوي او قريبة قوي من ترى. كمان في اعلى الجزيره اللي في النص اللي في النيل، في جزيره في النص زي ما انتم شفتوا على الخريطه معانا. دي هيكون في جزء عليها بطول 210 متر وعرض 52 متر. في جزء غربي النيل بطول 458 متر وعرض 46 متر الى 52 متر. طبعا العرض زي ما انتم شايفين عرض كبير عشان يبقى يسع عدد اكبر من السيارات. وهيبقى في 3 فتحات ملاحيه على النيل، اكبرهم هيكون طوله 130 متر، اضافه الى باكيه معدنيه بطول 58 متر وعرض 52 متر. وفي 2 رمب مطلع بطول 160 متر ومنزل بطول 230 متر وعرض 12 متر. كمان احنا عارفين ان محور حسب الله الكفراوي نفسه موجود في منطقه كانت فيها ازمات مروريه، وبالتالي وجود مثل هذا المحور وامتداده ان هو يوصل كورنيش النيل، فده هيعمل اضافه كبيره لشبكه المرور في القاهره بشكل عام، في القاهره الكبرى. وكمان هي لما يصل الى اتجاه الاخر من النيل ويربط مع محافظه الجيزه في طريق مصر اسيوط الزراعي، هيعمل إضافة كبيرة أخرى وسيولة مرورية في القاهرة بشكل عام، ويتيح الوصول لأي مكان في القاهرة أو الجيزة بشكل كبير أو شكل سريع. مصر حلوان الزراعي طبعا الطريق احنا عارفين ان هو عليه ضغط كبير برضو في المرور،
وهيبقى في إتاحة للطريقين مع بعض، مصر أسيوط الزراعي ومصر حلوان الزراعي، من خلال هذا المحور إنك تصل إلى المناطق المختلفة في القاهرة والجيزة. دي النزلة اللي قدامنا دي هي النزلة اللي بتودي اتجاه القاهرة أو اتجاه منعم رياض، والناحية التانية طبعا هيبقى في نزلة مودية على اتجاه الكورنيش. المحور هيتربط بشكل كويس جدا مع طريق مصر أسيوط الزراعي وطريق مصر حلوان الزراعي من خلال نزلات وطلعات، عشان يعمل أو يؤدي الهدف بتاعه، وهو الربط بشكل مباشر مع هذه الطرق الرئيسية. كمان هيربط الناس اللي فوق الهضبة أو اللي في المقطم أو اللي جايين من ناحية محور حسب الله الكفراوي، هيربط بشكل أساسي مع هذه الطرق، ويسهل العبور أيضا إلى حلوان. لو حد جاي من ناحية مصر أسيوط الزراعي مش محتاج إن هو يروح على الدائري، ويبقى سهل ليه ان هو يوصل لحلوان من هذا المحور. والعكس صحيح، اللي عايز يوصل للناحية التانية من الجيزة على مصر أسيوط الزراعي يقدر يوصل بسهولة. كمان مصر أسيوط الزراعي احنا عارفين ان هو طريق يعني في مشاكل، في حتت ضيقة وفي حتت بتقف، وفي مشاكل يعني على طول الطريق، فبالتالي هيبقى في إتاحة للطريق ده مع الطريق التاني، ان هو ان الناس تبدل بين الطريقين بشكل سلس وشكل سريع، ويقدروا يوصلوا لحلوان بسهولة والتبين بسهولة. اللي كانت برضو عشان توصل مثلا لمناطق زي دي ممكن لازم تمشي في طريق مصر أسيوط الزراعي، في أماكن معينة في الجيزة لازم تمشي على طريق مصر أسيوط الزراعي. ان شاء الله يعني ننتظر الافتتاح قريبا، بس هو بمجرد الانتهاء من كوبري النيل ده هيبقى المحور شبه متاح للحركة المرورية، وكمان نتخلص من الزحمة والتكدس اللي موجود في الجزء الخاص بإنشاء المحور، لأنه طبعا عامل خنقة مرورية في هذه المنطقة. الجزء اللي هيعبر الطريق الزراعي إن شاء الله هيكون جزء معدني عشان الطول، وعشان يبقى فيه سهولة في الإنشاء بتاعته. وإن شاء الله برضو مع التشغيل ومع تقدم نسب التنفيذ هنعمل لكم فيديو جديد من المنطقة. في النهاية بشكر حضراتكم، وأتمنى طبعا تدعمونا اشتراك في القناة ولايك للفيديو. لو في أي أسئلة أو أماكن حابين نصورها أو نتكلم عليها يا ريت تقولوا لي في التعليقات، وإن شاء الله أحاول أجاوب على الأسئلة وننفذ رغباتكم بإذن الله. شكرا جزيلا مرة تانية.